شهدت العاصمة عدن استمرار فعاليات العصيان المدني الجزئي السلمي لليوم الثالث على التوالي، وسط مشاركة شعبية واسعة استجابة للدعوات المطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية وصرف المرتبات المتأخرة بانتظام. عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية ردفان اليوم اجتماعاً مع اللجنة الإشرافية ولجنة مسار التصعيد الثوري في المديرية لبحث خطوات التصعيد الشامل وتحديد المسارات الميدانية المقبلة. ودعت لجنة التصعيد أبناء ردفان إلى الالتزام بالعصيان، محذرة من الزج بأبناء الجنوب في المعارك العسكرية داخل المحافظات الشمالية، ومؤكدة أن الأولوية تكمن في حماية أرض الجنوب وحدوده. كما شددت على أن عمليات التحرير في المحافظات الشمالية تبقى مسؤولية أبنائها وقواتها الميدانية. ارتقى جنديان من منتسبي قوة دفاع شبوة اليوم شهيدين جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة حريف.